على السبب المباشر على طول. سبب الكوليرا ايه؟ شرب المياه غير النظيفة او المياه الملوثة. لازم يكون السبب ده مادي. ليه؟ علشان اقدر اخضعه للتجربة. علشان اوصل لان سبب الكوليرا هو المية الملوثة، يبقى لازم اقدر اجيب المية اشوفها كده بعينيا، احطها تحت الميكروسكوب واقدر اشوف ان في يرقات من البعوض والذباب وضعت على المية والناس شربتها فبقت المية غير نظيفة، مية ملوثة. يبقى لازم يكون سبب مادي اقدر اشوفه بعيني واقدر اخضعه للتجربة. يبقى الاسلوب العلمي يجي يقولك الاسلوب العلمي بيهتم بدراسة الظواهر الجزئية، الظاهرة الجزئية المحدودة فقط. الاسلوب العلمي بيهتم بالاسباب ايه؟ القريبة المادية المباشرة عشان يقدر يخضعها للتجربة. طيب الاسلوب الفلسفي